السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ انا عبد الله حمدان، دي حلقه 14 من حلقات فرونت سيستم ديزاين بالعربي. الحلقه دي ان شاء الله هنكمل كلامنا على ايكو ريندرنج، نكمل كلامنا على ايكو ريندر تكنيكس. طيب لو فاكرين في الحلقه اللي فاتت احنا بدانا كلامنا على الايكو ريندر تكنيكس، وبدانا نتكلم على اول 3 تكنيكس معانا. اتكلمنا في اول تكنيك معانا على موضوع السيبريت ايمج، وشفنا ازاي هو سيمبل جدا، جاست كانك بتستخدم الايمج العاديه، سواء بتستخدمها بسورس وايمج تاج او بتستخدمها بباك جراوند يو ار ال. بعد كده بدانا نتكلم على الايمج سبرايت، وقلنا الايمج سبرايت بيحاول يحل ايه المشكله الاساسيه اللي موجوده في السيبريت ايمج. كده اتكلمنا في الاخر على الايكون فونتس، وشفنا هو ازاي بيساعدنا نحل برضو كذا مشكله في موضوع الراستر ايمجز ما كناش عارفين نحلها، وبالتالي يبقى عندنا مساحه اكبر احنا نعرف نغير السايز ونغير الكالر بتاع الايكونز بتاعتنا. في الحلقه دي ان شاء الله هنكمل كلامنا على باقي الايكون ريندر تكنيكس الثلاثه الباقيين، ونبدا نتكلم اكتر على الجزء الثاني من ايمجز. الجزء الاولاني كنا بنتكلم بشكل اكبر في اول 2 تكنيكس على الراستر ايمجز. في الجزء الثاني هنتكلم على الفيكتور ايمجز، وهنتكلم بشكل ادق او بشكل مفصل عن الاس في جي تكنيكس، وازاي نستخدم الاس في جي تكنيكس ومميزاتها وايه العيوب اللي فيها مقارنه بالراستر ايمجز او مقارنه باول 3 تكنيكس اتكلمنا عنها. فنتكلم اول حاجه على الاس في جي از ان اسيت، وهنشوف ايه علاقتها بالسيبريت ايمج، هل هم شبه بعض، هل هم مختلفين. بعد كده نتكلم على الانلاين اس في جي، نحاول نشوف ازاي هو محاوله لتحسين الجزء بتاع الاس في جي از ان اسيت، وهو بيحاول يحل ايه بالظبط. وبعد كده هنتكلم على الاس في سبرايت، ونشوف ازاي اس في سبرايت بيحاول يحل اغلب المشاكل اللي كنا بنعاني منها في ال5 تكنيكس اللي فاتت. هل هو سهل في عمليه السيت اب؟ ايه الفروقات؟ هل ليه كذا نوع ممكن نبقى بنحتاجهم او ممكن نكون بنستخدمهم؟ طب ايه الفروقات بينهم؟ وفي الاخر هنبص مع بعض على امثله لويب سايتس او داشبوردز اوريدي شغاله دلوقتي بالتكنيكس المختلفه دي، ونحاول نشوف كل واحد فيهم ليه فضل جزء من التكنيك ده على تكنيك تاني، وايه مميزات وعيوب كل واحد فيهم، وازاي فعلا ممكن ويب سايت يبقى بيستخدم كذا تكنيك مع بعض في نفس البيج، لان كل واحد فيهم بيأدي غرض معين. طيب اول تكنيك هنبدا نتكلم عنه النهارده له علاقه بالجزء بتاع الاس في جيز او الفيكتور ايمجز، هو الاس في جي از ان اسيت. طيب اس في جي از ان اسيت فكرته بسيطه جدا ومشابه بالظبط لاول تكنيك اتكلمنا عنه. في اول تكنيك اتكلمنا على الموضوع بتاع السيبريت ايمجز، وقلنا السيبريت ايمجز بيحاول يفكر في الايكون كانها صوره عاديه جدا بغض النظر عن محتواها، هي في الاخر صوره هتعامل معاها بنفس الطرق اللي بتعامل بيها مع الصور العاديه. لو جينا بصينا على الاس في جي از ان اسيت، هو بيفكر بنفس الطريقه. انا هتعامل برضو مع الايكون كانها صوره عاديه جدا، هتعامل نفس التعامل ونفس الاستخدام النيتيف والطرق اللي بستخدمها علشان ابقى برندر صوره، اكبر صوره، اصغر صوره. ولكن الفرق الوحيد هنا ان هو بيقول لك بدل ما تستخدم external reference way او external file، والاكسترنال فايل ده بيستخدم راستر ايمج، طب ما تيجي نستخدم اس في جي ايمج ونحاول نستغل الفاليو الاساسيه من فكره الاس في جي ايمجز كانها حاجه سكيلبل، وبالتالي حليت جزء من المشاكل اللي كانت موجوده في السيبريت ايمج. فلو جينا بصينا هنا نلاقي ان هو زي ما كنا بنتكلم بيستخدم نفس الطرق. فعندك هنا الايمج تاج سورس اتريبيوت بتحط فيه الباث بتاع الايمج بتاعتك، باك جراوند ايمج بتحط فيه برضو اليو ار ال بتاع الايمج بتاعتك. فبتتعامل بنفس التعامل الاساسي بتاع ان انت بتستخدم external image او external icon جايه من بره. الجزء الثاني او الفروقات الاساسيه هو زي ما كنا بنتكلم، انا استفدت من فكره ان هي اس في جي، بما انها اس في جي وبالتالي هي فيكتور، وبما انها فيكتور فهي سكيلبل. لو كنا فاكرين لما كنا بنتكلم على السيبريت ايمجز، كنا بنتكلم على اول تكنيك قلنا ان هو مشكلته ان هو راستر ايمج، وبما انه راستر ايمج وبالتالي هو مش سكيلبل. وبما انه مش سكيلبل، لو انا عايز اجيب كذا سايز من الصوره انا محتاج اجيب دول كفايلات مختلفه، او اضطر اجيب صوره كبيره جدا واستخدمها في كل الاماكن، ولكن انا بدفع كوست في بيجز كتيره انا فعلا مش محتاج الكوست دي. فالفكره الاساسيه هنا ان انا بما اني ده فيكتور او بما ان ده اس في جي، فانا اقدر اكبر واصغر السايز بتاعه، وهو هيفضل محافظ على الشكل بتاعه، لان هو حتى وانت بتستخدمه جوه ايمج تاج، او بتستخدمه جوه باك جراوند يو ار ال او باك جراوند ايمج، هو ستيل معتبر او ستيل بيتعامل او ستيل بنستخدمه كانه اس في جي ايمج عاديه جدا. وبالتالي بما انه سكيلبل فهو لسه بيرندر بنفس الطريقه اللي انت بتعمل بيها ريندرنج لاس في جيز، وبالتالي ممكن تكبره وتصغره، فتستفيد ان هو بما انه فيكتور تستخدمه في 1x 2x 3x 100x من غير ما يبقى بيتاثر باي حاجه من الشكل بتاعه. فده اول اختلاف معانا في فكره ان انا بستخدم اكسترنال فايل او اكسترنال ميثود ولكن بستخدم في اس في جي. الحاجه التانيه او الميزه التانيه معايا وهو ان عادة ال SVG images لو هي بتستخدمك external مقارنة بالراستر images أو ال separate images التكنيك الأولاني، بيكون السايز بتاعها صغير، لأن ال SVG images ما بتجيش برضو بنفس الديتيلز كلها بتاعة الصورة. قلنا الراستر images بيجي محتوى الصورة في الديتيلز بتاعة كل بيكسل من البيكسلز. فأنا مثلا السايز بتاعها 1000 في 1000، فأنا بروح أشوف كل بيكسل من البيكسلز دول الكونتنت بتاعها ايه، الار جي بي بتاعها ايه، والديتيلز وهكذا.
ولكن لما كنا بنتكلم على الاس في جيز قلنا الاس في جيز هي في الاخر ماثيماتيكال ريبريزنتيشن. فانا في الاخر بمثل الاس في دي كانها باس، كانها شويه ايكويشنز او شويه خطوات انا بمشي عليها عشان ارندر الصوره دي. وبالتالي هي عاده اللينس بتاعها صغير، وبما انها برضو باس فبالتالي انت ممكن تفكر فيها ان هي سترينج بتعمل له كومبريس. فعاده الكومبريشن او تطبيق كومبريشن الجوريزمز على حاجه زي الاس في جي ايمجز وان هي بترانسفير على النتورك بيبقى ابسط بكتير جدا من انك تبقى بترانسفير راستر ايمج. فبالتالي بتستفيد برضو من فكره ان السايز بتاعها صغير، وبالتالي هي بتلود بشكل كبير اسرع من الراستر ايمجز العاديه. طيب نيجي للمشاكل. هتلاقي ان اغلب المشاكل بتاعه الاس في جي از ان اسيت او الاكسترنال فايل هي غالبا نفس ستيل المشاكل الاولانيه اللي بنتكلم عليها. لو جينا فكرنا احنا في اول تكنيك اتكلمنا عنه كان عندنا ثلاث مشاكل اساسيه. اول مشكله ان احنا عندنا بنبعت تو ميني ريكوست، لسه المشكله زي ما هي، انك لسه بتتعامل مع كل ايكون من الايكونز ان هي فايل لوحده، ريكوست لوحده ببعته من الكلاينت للسيرفر عشان الود الاسيت بتاع الفايل ده. بغض النظر عن محتوى الفايل انت لسه بتبعت ريكوست لكل ايكون من الايكونز عندك. فدي اول مشكله. المشكله الثانيه اللي كنا بنتكلم عليها هي عليها في السيبريت ايمج، هو فكره السكيلابيلتي. احنا هنا حلينا مشكله السكيلابيلتي خلاص، يعني بقتش مشكله خلاص في التكنيك الرابع معانا ده. المشكله الثالثه وهي فكره كنترول الكلر. فلو قلنا لو عندنا الهوم بيج ايكون لو فاكرين، لو انا عايز منها فاريشن، واحده مثلا لونها ابيض واحده لونها احمر، انا محتاج ابعت ريكوست تاني علشان ابقى بالود ده. ستيل نفس المشكله موجوده هنا، مع ان الاس في جي ايمج المفروض ان انت بطبيعتها تعرف تغير المحتويات بتاعتها او الديتيلز اللي جواها، ولكن المشكله الاساسيه هنا في فكره استخدامها. انت هنا لسه بتستخدمها عن طريق انك بتستخدمها مع ايمج اتريبيوت، لسه بتستخدمها مع باك جراوند يو ار ال او باك جراوند ايمج. فلسه عندك نفس المشاكل بتاع ان انت البراوزر مش بيتعامل معاها ان هي بيمشي يرسم كل الديتيلز بتاعتها او بيديك الكنترول على الديتيلز بتاعتها اللي جوه. هي في الاخر بيتعامل معاها او بيرسمها انها اس في جي ايمج، ولكن الانترنالز بتاعتها جوه، والتحكم في الانترنالز والتحكم في الباسز والفيل كولر والديتيلز بتاعت الاس في جي انت ما عندكش الكلام ده، لان انت بتتعامل معاها كانها ايمج عاديه جدا بالايمج تاج والباك جراوند ايمج او الباك جراوند يو ار. فدول المشكلتين الاساسيين. فلو جينا حاولنا نبص بشكل عام على الاس في جي از ان اسيت هنلاحظ ان هو حل مشكله واحده من مشاكل السيبريت ايمجز، وهي فكره الاسكيلابيلتي. هو بيقول لك دلوقتي انا اقدر اديك المساحه انك تعرف تستخدم الايكون دي في سايزز مختلفه من غير ما تبقى محتاج تبعت ريكوست لكل واحده منهم او تبعت ريكوست لكل سايز من السايزز. طيب عامه مناسبه لامتى او امتى استخدم الاس في جي از ان اسيت؟ عاده الاس في جي از ان اسيت استخدمها بنفس الاستخدام او نفس اسباب الاستخدام اللي كنا بنتكلم عنه في السيبريت ايمجز، ولكن لو انت كمان عايز الاسكيلابيلتي، عايز ان انت تبقى بتعرف تستخدم الصورة في سايزز مختلفة من غير ما تبقى تبعت ريكوست جديد. فلاحظ ان اول سبب معانا لو انت عايز تستخدم الفيكتور شاربنس واللي هي المقصود بيها سكيلابيلتي، وفي الاخر عندك سيمبل كونفيجريشن، انت مش محتاج تسطب اي حاجة، مش محتاج تعمل اي كونفيجريشنز. هي هتستخدم الايمج تاج خلاص، تحط فيها السورس بدل ما انت كنت بتلود مثلا دوت بي ان جي هتلود بس دوت اس في جي. طيب نتكلم على خامس تكنيك معانا وهو الانلاين اس في جي. مثلا الاونلاين اس في جي جه علشان يحل المشكلتين اللي لسه كنا بالظبط بنتكلم عنهم في التكنيك اللي قبل ده. كنا بنتكلم في التكنيك اللي قبل ده احنا عندنا اول مشكله وهي فكره ان انا ما عنديش كنترولز على الانترنالز. انا دلوقتي الاس في جي بما انها فيكتور فالمفروض ان انا اعرف اغير الانترنالز بتاعتها، اعرف مثلا اختار حاجه معينه واغير الفيل كولر بتاعها، اعرف اعدل الديتيلز، اعرف انيميت الانترنالز بتاعتها. كل دي كانت مشاكل انا ما بعرفش اعملها في التكنيك اللي قبل كده. فدي اول واحده من الحاجات اللي جه الانلاين اس في جي عشان يحاول يحلها. المشكله التانيه معانا وهي الميني ريكوست بروفايل. لو كنا بنتكلم في التكنيك اللي قبل كده او تقريبا كل التكنيكس اللي قبل كده قلنا لكل ايكون من الايكونز بتاعتي انا كنت محتاج ابعت ريكوست منفصل. التكنيك الاول والتكنيك الرابع كان بيتعامل مع كل ايكون من الايكون كانها اكسترنال فايل، روح ريكوست الفايل ده انا ما اعرفش عنه حاجه، وبالتالي كل فايل بيتعامل بكاشنج لوحده، كل فايل بيبعت ريكوست من الكلاينت للسيرفر لوحده وهكذا. فدول المشكلتين الاساسيين اللي جه الانلاين اس في جي حاول يحلهم، وبنشوف مع بعض ازاي هو فعلا حل المشكلتين دول. طيب الفكره بسيطه قوي من فكره النون اس في جي. هو بيقول لك بدل ما انت بتتعامل مع الاس في جي كانها اكسترنال فايل بتلوده جوه الايمج تاج او جوه الباك جراوند ايمج او باك جراوند يو ار ال، طب ما تيجي نحط المارك اب او الديتيلز بتاعه الاس في جي نفسها اللاين جوه الدوكيمنت. يعني ايه اللاين جوه الدوكيمنت؟ بدل ما انت بتستخدم ايمج تاج استخدم اس في جي تاج وحط الديتيلز بتاعته، والبراوزر هيفهم ده ان ده اس في جي ويعرف يرندر الديتيلز بتاعه الاس في جي. وبالتالي بدل ما تفكر فيه كانه اكسترنال ريسورس انت بتحتاج تحطه او بتحتاج تريكوست كل مره تحتاج فيه ايكون، حطه ان لاين جوه المارك اب بتاعك او جوه الاتش تي ام ال بتاعك وخلاص. هو هيبقى جزء من المارك اب او جزء من الجافا سكريبت باندل، وبالتالي كل مره هستخدم فيها
مثلا الايكون او الاس في جي كونتنت بتاع الهوم. الهوم دي هيبقى كانه بالظبط زيه زي اي تاج، زيه زي بي تاج، زي اتش 1 تاج. في الاخر هتعمل له بندلنج، وبالتالي هيبقى جزء من الجافا سكريبت باندل بتاعه البيج دي. وبالتالي لما تيجي تفكر فيها، انا لو احتجت بعد كده او انا بلود البيج دي، انا مش هفكر انا هلود الايكون لوحدها وهعمل لود للجافا سكريبت فايل لوحده. وفي الاخر الاثنين كومباين مع بعض في وان فايل. وبالتالي ريكوستنج الفايل ده بيجيب كل الكونتنت بتاعه، بيجيب المارك اب بالجافا سكريبت، بيجيب السي اس اس لو معمول لها باندلنج كمان جوه الجافا سكريبت فايل، بيجيب كمان مع الايكون وهو جاي. عادة الناس بتستعمل موضوع الاس في جي او اللاين اس في جي بكذا طريقة. في ناس بتحط في الاخر الكونتنت بتاع الاس في جي على طول، ففي الاخر يقول لك انا اوريدي عندي الاس في جي ك كتاج انا ممكن استخدمه، فبالتالي هستخدمه بشكل مباشر. في ناس تقول لك لا، انا ككومبوننتس او في سيستمز فيها ناس او فيها كذا ديفلوبر بيشتغل على نفس حاجه، طب ما تيجي نعمل كومبوننت ونخلي الكومبوننت دي جينيريك، وفي الاخر عندنا بروبس او عندنا موديفايرز نعرف من خلالها نتحكم في الايكون دي. فبدل ما كل واحد فينا يحتاج مثلا يستخدم الاس في دي ومثلا يزود شويه بروبرتيز عشان تعمل انيميشن، يزود شويه بروبرتيز عشان يغير الكلر، في الاخر ما تيجي نحط الكلام ده ننكابسليته في كومبوننت، والكومبوننت دي نستخدمها ونعمل لها اي بي اي او نعمل لها في الاخر بروبس. والبروبس دي هي اللي بتتحكم في الانترنالز او الديتيلز بتاعه الاس جي بتاعتك. فانت بس بتعمل لها باسنج للايكون بتاعتك، وهي خلاص هترندر او هتعمل كل الديتيلز دي جوه الكومبوننت. طيب يجي السؤال الحلو، هو احنا اصلا هنجيب الاس في جي منين؟ فعندنا كذا سورس لفكره هو احنا بنجيب الاس في جي بتاعتنا دي منين. اول سورس ان انت زي ما كنا بنتكلم، خد يا باشا الاس في جي زي ما هي عندك بالكونتنت بتاعها، ارميها جوه ال HTML خلاص. فسواء بقى الاس في دي انت كتبتها بايديك، او الاس في دي انت عملتها كوبي مثلا من السورس بتاعها، فتحت ال HTML تاج او ال HTML او عملت انسبكت وجبت الكونتنت بتاعها وحطيته عندك، ايا كانت الطريقه، في الاخر انت بتبست الكونتنت كله على بعضه بالديتيلز بتاعته، بالسورس، بكل الباسز اللي جواه، بكل السيمبلز اللي جواه، بكل الديتيلز بتاعه الاس في جي، وهنشوف ايه المشكله ده. السورس التاني هو الاس في جي ان جافا سكريبت او تي اس. في الاخر نفس الكلام، بس بدل ما انت بتعرف الاس في جي دي او بتحط الكونتنت بتاعها على طول جوه المارك اب، انت بتحطها كانها سترينج او بتتعامل معاها بشكل كانها سترينج، وبتبدا تريندر ده جوه الجافا سكريبت فايلز او جوه التي اس فايلز بتاعتك. الحاجه التالتة وهي اللي يمكن سكيلبل اكتر، وهي فكره طب ما تيجي نتعامل معاها كانها فايل عادي انا بعمل له امبورت زيه زي الصور. فتلاحظ ان انت بتimporت الاس في جيز سواء بقى في ايا كان الفريم ورك بتاعتك كانها كومبوننت جوه الكومبوننت بتاعتك، وبالتالي انت بتفكر فيها كانها رياكت كومبوننت او كانها فيو كومبوننت. وفي خطوه في النص او في تول في النص او في بروفايدر في النص هو اللي بياخد الصوره بتاعتك اللي هي الاس في جي في الاخر، ويبدا يحولها لكومبوننت ينفع نعمل لها انجكت كانها كومبوننت عاديه جدا جوه المارك اب بتاعنا. لاحظ ان احنا هنا عندنا كذا اوبشن عامه، وعندنا كذا بلجن بيساعدونا نعمل الكلام ده. فمثلا عندك البلجن زي اس في جي ار، عندك بلجن زي فيت بلجن اس في جي رياكت. في الاخر بغض النظر عن الفريم ورك بتاعك، دور هتلاقي في البندلر بتاعك او هتلاقي في الفريم ورك اللي انت تستخدمه حاجه بتحول الاس في جي انتو كومبوننت. فدي مثلا الامثله اللي هي بتعمله في الاخر بغض النظر عن اسم البلجنز، كلهم تقريبا بيعملوا نفس الحاجه. هو ان هي في الاخر بتقدر بباترن معين تدور على اس في جيز، او تقول لك خلاص كل وانا بعمل ترانسبايلنج للكود وانا بعمل كومبايلنج للكود، انا اروح ادور على كل الامبورتس اللي جايه من اس في جيز، اعمل خطوه بتاعه ترانسبيليشن او اعمل خطوه بتاعه كونفرجن، واحول الاس في دي لرياكت كومبوننت. في الاخر بعمل لها رابنج وبستخدمها كانها رياكت كومبوننت، وبالتالي انا اقدر استخدمها كرياكت كومبوننت من غير ما افكر فيها ان هي اس في جي ومحتاج اعمل الكونفرجن بتاعتها وهكذا. ميزه ده ايه؟ ميزه ده ان هو بيدينا مساحه كبيره ان انا في الاخر انا مش محتاج اقعد ادوبليكيت الكود مره واحده. في الاخر بما انها كومبوننت، هي في الاخر ممكن تكون جافا سكريبت فايل لوحده، فيتعامل كانه فايل بيحصل له كاشنج او فايل بيتحط كبندلنج جوه الفايل الاساسي بتاع البندل بتاعه البيج بتاعتك. فهنا بقى عندنا ميزه اساسيه، اول حاجه انا ما بقتش بحتاج ريكوست ده كفايل لوحده، فانا اول حاجه شلت الاكسترا ريكوست اللي محتاج اعملها علشان اجيب كل ايكون. الحاجه التانيه وهو ان ده بقى كمان بارت من الجافا سكريبت بندل، فانا كمان التشين او السيكونس ستيبس اللي كنت بعملها علشان اجيب الجافا سكريبت باندل، وبعد ما اجيب الجافا سكريبت باندل ابدا اشوف الكود وابدا اقول والله انا عندي هنا صوره، الصوره دي السورس بتاعها مثلا من دومين معين، هروح اجيب الديتيلز بتاعتها او اروح ريكوست دي كاكسترنال فايل. خلاص ده كله بقى بارت من او جزء من الجافا سكريبت باندل الاساسيه بتاعت البيج، وبالتالي انت ما محتاجش ان انت تبعت ريكوست زياده على كل ايكون من الايكونز اللي عندك. فدي اول حاجه حليناها، موضوع الاكسترا ريكوست. الجزء التاني اللي كمان حليناه وهي فكره ان البراوزر دلوقتي وهو بيرندر الاس جي دي هو بيرندرها كانها الاس جي دي كونتنت نفسه، وبالتالي انت عندك دلوقتي اكسس على الانترنالز بتاعتها، تعرف تعمل فيها اي حاجه. فالاس جي نفسها بقت جزء من الدوكيمنت، هي ما بقتش
رابد جوه الايمج تاج مثلا، او جوه الباك جراوند يو ار ال، او كل الديتيلز دي مفيش رابر، هي في الاخر جزء من التمبلت، او جزء من الدوكيمنت بتاعتك، او جزء من الماركت بتاعتك. وبالتالي انت تعرف تستايلها بكل الاشكال الممكنه، ممكن تستخدم الفيل عادي، ممكن تستخدم الستروك. عندك كنترول في الاخر على كل الانترنالز. وده كمان بيديك مساحه انك تعرف تعمل انيميت كمان لباسز معينه، تعرف تعمل انيميت لحاجات معينه. فانت كمان عندك اكسس، بما انك عندك اكسس للانترنالز، فانت تعرف كمان تانيميت الانترنالز وتتحكم فيهم وتغير الكالرز بتاعتهم وتغير الانيميشنز بتاعتهم وهكذا. طيب نيجي لمميزات الموضوع بتاع الانلاين ستايل ده. اول حاجه قبل ما نبدا نتكلم، الحاجتين اللي احنا لسه قايلينهم، اول مشكله حالتها عندي ان انا ما بقاش عندي اكسترا ريكوست بحتاج ابعتها كل مره. انا بقيت اللي عندي الايكونز جزء من البندل بتاعتي، جزء من الجافا سكريبت فايل بتاعه البيج بتاعتي او الكومبوننت بتاعتي. وبالتالي ما بقاش في ريكوستس كتيره او في راوند تريبس كتيره بحتاج اعملها لكل مره بحتاج اجيب فيها ايكون. دي اول حاجه. الحاجه التانيه ان انا بقى عندي فول اكسس او فول كنترول على الانترنالز بتاعه الاس في جي. بما اني عندي فول اكسس، فانا اعرف اعمل الستايلنج، اعرف اتحكم في كل البروبرتيز بتاعه الستايلنج بتاعه الاس في جي بتاعتي. الحاجه التانيه اللي خدناها باي ديفولت بما اننا بنستعمل اس في جي هي الشاربنس. وبالتالي على عكس التكنيك الاولاني ان انا بحتاج، حتى التكنيك التاني بتاعه الاس في جي بتاعه الايمج سبرايت، انا كنت في الاخر بحتاج ان انا الود كذا سايز، او ان انا ابعت كذا ريكوست لكل واحده منهم. فانا هنا برضو خدت نفس المميزات بما اني بستخدم فيكتور ايمج، او بما اني بستخدم اس في جي. فانا عندي الشاربنس ات اني سايز شغال زي الفل، مفيش اي ريكوست محتاج ابعته لسايزز الاكبر وهكذا. الحاجه الرابعه كمان وانت بتتعامل مع الانلاين اس في جي، ان هي بالطريقه، خاصه بالطريقه الاخيره بتاعه الكومبوننتس، ان هي هتبقى تري شيكبل. تري شيكبل بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو عندك امبورس وحاجات مش يوزد، هي في الاخر فكر فيها كانها كومبوننت، فكل الحاجات اللي ينفع تابلاي على كومبوننتس تبقى ابلايد هنا. وبالتالي عندك حاجه زي التري شيكينج، خلاص هروح ادور لو انت عامل امبورت الايكونز والايكون دي مش مستخدمه، انا هعمل لها دروب من البندل، وبالتالي مش هدفع الكوست بتاعتها. ودي ميزه اساسيه، لان انت في الاخر ما بقتش بتفكر في الاس في جي كاني بتعامل مع اس في جي واحتاج في الاخر استخدمها بنفس الطريقه، ان انا عندي الماركه وبحطه كله جوه الكونتنت في كل مره هحتاج فيها ده. تتعامل معاها ككومبوننت وبتاخد كل البنفيتس بتاعت استخدام الكومبوننت دي. الحاجه الخامسه اللي احنا قلنا برضو، بما اني عندي اكسس على الانترنالز، هو موضوع انيميشن. فانا اقدر انيميت الباثز بتاعتها، انيميت الديتيلز بتاعت كل جزء من الاجزاء بتاعت اس في جي. عامه يعني كحاجه جانبيه، دي من الحاجات اللي احنا مثلا في وندر كرافت شغالين عليها بشكل كبير. احنا عندنا فيديو اديتور، وبالتالي جزء من الديتيلز ان احنا بنعمل الانيميشن اصلا بتاعت الايكونز. فاحنا جزء من الفيتشرز اللي عندنا ان انت بتلود مثلا اس في جي ايمج، والاس في جي ايمج بما اننا اكس عندنا اكس على الانترنالز، فاحنا مثلا بنتيح لك ان انت تغير اي كلر منه، بتتيح لك ان انت تعمل انيميشن. فبالتالي عندنا اكسس على الانترنالز بتاعت الاس في جي، وبالتالي بتيح ليك او بديك الاوبشن انك تعمل اي حاجه مع الصوره دي. بالتالي تغير الكالرز بتاعتها، تغير الكالرز بتاعت كذا جزء من الاجزاء بتاعت الايمج دي. والاخر لو عندك كذا جزء او كذا كلر مستخدمه جوه اس في جي، انا ممكن اديك اكسس انك تعدل الكلر بتاع كل جزء من الاجزاء دي، وتقدر تانيميت كل جزء من الاجزاء دي. فده بيديك اوبشنز كتير قوي كنت ممكن، يعني صعب انك تعرف تعملها من غير ما تبقى بتستخدم الاس في جي ايمجز. لو كنت بتستخدم ايمج عاديه غالبا ما كنتش هتعرف تعملها، مش هتعرف تعملها، كنت هتحتاج ان انت تعمل بقى فيديوز او ترندر ده كجيفس وهكذا. الحاجه السادسه واللي برضو خدناها بما اننا مش بالريندر ده كانها ريكوست لوحده، ان احنا ما بقاش عندنا اف اوت و اف او اي تي. وبالتالي دول المشكلتين اللي اتكلمنا عليهم، ان انت في فلاشنج. فالفلاشنج ده جه نتيجه ان في حاجه اتاخرت. انا ببعت ريكوست، البيج بتلود بس الصور لسه ما جاتش، ان كنت ببعتها في الاول كريكوست لوحده، الريكوست ده ممكن يطول، الريكوست ده ممكن يفيل. فبالتالي جزء مجرد ما الباندل دي بتلود، هو خلاص اوتوماتيك جاي معاها الايكون، وبالتالي البيج بترندر بشكل مباشر من غير ما تبقى مستنيه ريكوست زياده او مستنيه اكسترنال ريسورس عشان يلود. طيب اتكلمنا كتير قوي على مميزات اللاين اس في جيز، ولكن هي مميزات جايه من التكنيك نفسه، ومميزات جايه من طبيعه اصلا الايمجز دي، ان هي فيكتور ايمجز او اس في جي ايمجز، واخدين كل المميزات بتاعتها. نيجي نتكلم بقى على الكونز بتاعتها. واول كون معانا من غير ما نفكر هو الدوم بلوتنج. المشكله الاساسيه او الفكره الاولانيه ان احنا لما كنا بنستعمل الايمج دي كسورس ايمج على طول، في الاخر اللي كان بيتحط في الدوم ما هو الا الايمج تاج باللينك بتاعه. ولكن في هنا في الحاله بتاعتنا احنا بنحط كل الكونتنت بتاعه الاس جي جوه الدوم، وبالتالي الدوم بيتنفخ، وبالتالي الدوم بيكبر، اللي انت بتحط كل الديتيلز بتاعه الاس جيز. وكل مره بتحتاج في الاس جي دي انت بتضطر ان انت تاخد الاس جي كلها على بعضها، ايا كان التكنيكس اللي احنا اتكلمنا عليهم كسورسز للاس جيز، في الاخر كلهم بيحطوا ده كمارك اب جوه التمبلت. وبالتالي لو انت عندك مثلا كذا ايكون، 10 ايكون، 20 ايكون، كل ايكون منها بيحط الكونتنت الاساسي
بتاع الاس في جي. عاده الاس في جيز اللي فيها ديتيلز كتيره بتلاقي فيها كونتنت باسز اكتر، سيمبلز اكتر، ديتيلز اكتر، وبالتالي انت عندك مشكله ان بعد شويه الدوم بيبقى كبير جدا، وبالتالي ترافيرسنج الدوم وريندرنج الدوم وكل المشاكل اللي اتكلمنا عنها في الريندر تكنيكس او الكريتيكال ريندرنج باص في البرفورمانس تبدا تظهر معاك هنا. فعندنا مشكله بسبب الدوم بلوتنج في موضوع الريندرنج، ولكن موضوع ان احنا نريكوست ده من الباك اند او نريكوست ده من السيرفر بيبقى ابسط شويه او في ميتيجيشن شويه، لان هو في الاخر تكست، وبالتالي انا اقدر اعمل له كومبريس، وبالتالي الكومبريشن بتاعه احسن بكتير من الايمجز العاديه. ولكن ستيل مشكله الدوم بلوتنج واحده من ضمن اكبر المشاكل اللي بتمنع في اوقات كتير ان احنا نستخدم اللاين اس جيز، خاصه لو انت عندك اللاين اس جيز كتيره جوه البيج بتاعتك، او ان انت عندك في الاخر ايكونز كتيره بترندر في نفس المكان، او عندك دوبليكيشن كبيره للايكونز دي. المشكله الثانيه معانا وهو البيلد ستيب، يعني وهي مش مشكله، ولكن في الاخر انت بقى عندك كونفيجريشن محتاج تعمله. انت في البيلد ستيب في حاجه محتاجه ان هي تبقى بتلود بلجن لودر ايا كان. الحاجه دي محتاجه ان هي تحول الاس في جي بتاعتك من فايل لكومبوننت. لو انت استخدمت لو انت استخدمت السورس اوف الاس في جي التالت اللي اتكلمنا عنه، عشان تبدا تحول الاس جي بتاعك ده لكومبوننتس وانلاين مارك ابس جوه الكونتنت بتاع البيج بتاعتك. وبالتالي انت بقى عندك هنا خطوه، خلينا نقول في كل الخطوات اللي فاتت ما كناش بنتكلم على كونفيجريشن الا موضوع السبرايت. فبالتالي انت هنا بقى عندك خطوه زياده محتاج تعملها، انك تسيت اب البلجن دي او تسيت اب اللودر ده او تسيت اب السكريبت ده. وبرده كل الديتيلز دلوقتي بقت سهله جدا في وجود حاجات زي الاي اي. خلاص الحاجات دي فاندامنتالي مشهوره، فاندامنتالي بناء على الفريم ورك وبناء على البندر اللي تستخدمه سهل جدا تعملها كونفيجريشن وسهل جدا تعملها سيت اب. فما بقتش عائق قوي زي الاول. الكوست بتاعتها برضو بسيطه، انت ما محتاجش تدفع حاجات كتيره غير ان هي جزء من البيلد ستيب، والوقت اللي بتاخده عاده بيكون وقت صغير. المشكله الثالثه واللي يمكن اتكلمنا عنها برضو في موضوع الايمج سبرايتس هو فكره الكاشنج. بما ان دلوقتي الايكونز مش سيبريت ريسورس، مش فايل لوحده بعمل له ريكوست، وبالتالي هو ملوش كاشنج كي لوحده، وبالتالي بقى جزء من البندل. المشكله ساعات بتحصل، ويمكن برضو يعني قد ايه المشكله سفير وقد ايه المشكله فعلا عويصه او فيها كبيره بناء على طبيعه كل الابلكيشنز. فوقت كتيره تلاقي ابلكيشن محتاج تغير ايكونز كتير. مشكله تغيير الايكون ان هي ما بقتش فايل لوحده، وبالتالي هي جزء من البندل. وبالتالي في الاخر لو انا غيرت الايكون مثلا في البيج، انا بحتاج ان انا انفاليديت الكاش بتاع الفايل كله، لان في الاخر انا كان عندي الفايل ده مش فايل بس الايكون، ده كان فايل بتاع الجافا سكريبت بتاع البيج كلها او بتاعت الكومبوننت كلها. وبالتالي ده ادى ان انت كل مره محتاج تغير فيها الايكون هتلاقي ان انت عندك مشكله ان انت محتاج يعني تنفاليديت الكاش بتاع الفايل كله، وبالتالي البيج كلها هتلود، وبالتالي مش هتستفيد قوي من انك مكاش الفايل بتاع البيج. ده في حاله انك عندك تغييرات كتيره للايكونز من غير ما تبقى بتغير الكونت. ده برضو مش حاجه اللي هي يعني عاده في داشبوردز، خاصه في داشبوردز خلاص الحاجات عندك ستيبل. نادرا لما بتغير الايكون بعد ما تحطها اول مره، ولو غيرتها غالبا مش هتغير ايكون بس، هتبقى بتغير كونتنت. وبرضو يعني دي حاجه من الحاجات اللي يمكن صغيره، وبالتالي بطبيعه الابلكيشن او بطبيعه الكيس بتاعتك ممكن تبقى مشكله كبيره، ممكن تبقى مشكله بسيطه، او اصلا مش مشكله. طيب امتى استخدم اللاين اس جي؟ اللاين اس جي عامه من التكنيكس اللي يمكن تلاقي شركات كتيره ويعني داشبوردز كتيره قايمه بس عليه. يعني احنا اساسا في وندر كرافت بنستخدم لاين اس جي، ما عندناش قوي اغلب المشاكل بتاعه الدوبليكيشن، او اغلب المشاكل بتاع ان انا بغير الايكون بس من غير ما اغير فايل. فهو من التكنيكس المناسبه جدا. برضو فيسبوك لما عملوا مايجريشن اساسيه من الفيسبوك القديمه للفيسبوك الجديده، التكنيك اللي بيستخدموه هو اللاين اس جي في اغلب الاحيان. وبالتالي هو تكنيك ادابتد جدا، وبالتالي تكنيك مستخدم في اماكن كتير. لو جينا بصينا على هو مستخدم او امتى تستخدمه، هتلاحظ ان هو اغلب المودرن فريم وركس او اغلب المودرن ابس بتستخدم الموضوع بتاع اللاين اس جي ده كجزء كمان من الثيمينج، وكان جزء من الكومبوننتس او جزء من الاستراكشر بتاعها بشكل اساسي. والسبب الاساسي في الموضوع ان هو في الاخر عنده اللاين اس جي، فهو كل الكنترول بتاع الانيميشن بتاع تغيير الكولرز، بتاع ان هو يعملها شيرد كومبوننتس، ان هو يستفيد من التري شيكينج، حاجات كتيره بيستفيد منها من فكره الاستعمال بتاع اللاين اس جي. وخلاص هو بتلاقيه الموضوع بالنسبه له ككونفيجريشن وكسيت اب بسيط، وبالتالي سهل جدا ان انا اعمله جوه الاب. في الاخر برضو اخد كل البنفيتس اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. تحتاجه تاني امتى؟ برضو بالحاجات الاساسيه اللي قلناها. لو انت في الاخر عايز يبقى عندك كنترول على الكولرز، عندك كنترول على السايز، مش محتاج تبعت ريكوست زياده، هو ده التكنيك اللي بيعملها كده. انت في الاخر الصور بتبقى لاين جوه الاس في جي او جوه الجافا سكريبت بوندل بتاعتك، عندك كنترول على السيس بتاعه، عندك في الاخر كنترول على الديتيلز بتاعته بما انه فيكتور ايمج، وبالتالي تقدر تكبر السايز بتاعه او تصغره على حسب احتياجك من غير ما الكواليتي تبقى. استعمله برضو لو انت عندك
يعني احتياج كبير جدا لفكره ان انت في حاجات دايناميك بتحصل كتيره معتمد على الانترنالز بتاعت الاس في جي. فلو انت معتمد مثلا ان يوزر ممكن يكليك على مثلا هوم بيج، ولو الهوم بيج مثلا في ستيت كويسه هتخليها جرين، حصلت حاجه عايز بشكل دايناميك تحول اللون ده من جرين مثلا لريد، في الاخر انت عندك دايناميك يعني نيد كبيره جدا للانترنالز بتاعت الاس في جي. وبالتالي مش هتلجأ ليه ان انت تستخدم الاس في جيز كايمج تاج عشان مش هيبقى عندك اكسس او عندك الكنترول ده على الانترنال سبرايت. طيب ده كان الانلاين اس في جي. التكنيك اللي بعد كده وهو الاس في جي سبرايتس، وهو بالظبط هو الايمج سبرايت، ولكن اقلب كل اللي اتكلمنا عنه في فكره ان انا عندي مشاكل ان ده راستر ايمج بيكون لها بنفيتس ان انت بتستخدم دلوقتي فيكتور. زي ما قلنا هو بالظبط الكاونتر بارت للايمج سبرايت، ولكن في الاخر بدل ما انت بتعتبر ده ان هو راستر ايمج انت بتعتبر دلوقتي ان هو ده فيكتور ايمج. فنفس الطريقه احنا عندنا فايل كبير لو فاكرين قلنا في الايمج سبرايت بدل ما بقى عندي كل صوره من الصور دي صوره منفصله، تعالى نعمل صوره كبيره. الصوره الكبيره دي نحط فيها كل الصور اللي موجوده عندي. فهي نفس الطريقه ولكن مش صوره كبيره، ولكن هي اس في جي كبيره. فانا دلوقتي بقى عندي اس في جي، الاس في جي دي بحط الكونتنت بتاعت الاس في جيز التانيه جوه الكونتنت او جوه الاس في جي الكبيره دي. بالتالي لما احتاج حاجه اقدر بطريقه سمارت الريفرنس الايكون اللي انا عايزها دي من جوه الاس في جي الكبير. هناك في الايمج سبرايت كنا بنحتاج ان احنا نريفرنس ده عن طريق البوزيشن وعن طريق الباك جراوند بوزيشن وعن طريق الويدث والهايت. هنا بنكنترولها بطريقه تانيه، وده اللي اتكلمنا عليها في اول حلقه في موضوع السيمبلز. لو جينا بصينا على الكونتنت بتاع الاس في جي الكبيره دي كاكزامبل من ضمن الاكزامبلز، هلاحظ ان احنا هنا بنستعمل موضوع السيمبلز ده بشكل كبير. فالفكره الاساسيه لو فاكرين السيمبلز ده قلنا ان هو مساحه او تاج بيديك ان انت تعرف تحط كونتنت جوه السيمبل ده كانه ديفايه كبيره وعليها اي دي، وتقدر في اي وقت لو انت محتاج الكونتنت بتاع الديف الصغيره دي او السيمبل ده بس تستخدم الاي دي بتاعه، وهتعرف تريفرنس او تجيب الكونتنت بتاعه وتعمل له ريندر كاس في جي في اي مكان تاني تحبه. فلاحظ هنا ان الاس في جي كبيره مثلا معمول عليها ديسبلاي نون مش شايف الكونتنت بتاعها، ولكن هنا انت عندك السيمبلز اللي جواها. مثلا اول سيمبل بتاعه الايكون هارت، فانت عندك الفيو بوكس بتاعتها وكل الانترنالز بتاعتها. بعد كده ايكون الكلاود، ايكون الستار، ايكون الايديا. في الاخر انت عندك كل واحد فيهم كانها سيمبل جوه الاس في جي الكبير. وبالتالي كل مره تحتاج تريفرنس فيها حاجه من الحاجات دي استخدم يوز، ودي اللي اتكلمنا برضو عليها في اول جزء. فدايما سيمبل بتيجي مع يوز لان السيمبل هي الديف او الرابر اللي انت حاطط فيه الاي دي، ويوز هي اللي بتروح تعمل زي دوكيمنت سيلكتور. روح هات لي من الاس جي بتاعتي لما تديله الباس بتاع الاس جي الكبيره السيمبل اللي الاي دي بتاعه كذا، وهات واعمل له ريندرنج كانه بالظبط اليوز دي الخط بتاعها يتشال ويتحط الكونتنت اللي جوه السيمبل. طيب نيجي للجزء اللي يعتبر انترستنج شويه او فيه ديتيلز كتيره لها علاقه بيه الاس جي سبرايت. عامة زي ما كنا بنتكلم احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا عندي سيمبل تاج وعندي يوز تاج. اليوز تاج ده بستخدمه عشان بديله الاي دي، هو يروح يدور في الاس في جي اللي انا هديها له او الباس بتاع الاس في جي اللي انا هديها له، ويبدا يجيب لي السيمبل او الكونتنت بتاع السيمبل اللي انا مديله الاي دي بتاعه. المشكله الاساسيه او الفكره الاساسيه من فكره هو انا الاس في جي الكبيره دي انا هجيبها منين؟ هل الاس في جي دي اللي هي الاس في جي سبرايت بقى، هل هي دي لاين جوه الدوكيمنت عندي فهي بترندر مره او محطوطه جوه البندل او جوه الماركت بتاعي، ولا هي فايل اكسترنال؟ ويجي هنا الديفرنس الاساسي بين الاثنين. فلاحظ ان احنا عندنا هنا تو تكنيكس. عندنا اول حاجه اسمها انترنال ريفرنس، وحاجه تانية اسمها اكسترنال ريفرنس. الفكره الاساسيه منهم هو من اسمها انترنال ولا اكسترنال. انترنال ده معناه ان الاس في جي سبرايت ككونتنت موجوده انلاين جوه الدوكيمنت. الاكسترنال معناها ان دي موجوده جوه فايل، والفايل ده احنا بنجيبه عن طريق ان انا بستخدم السورس بتاعه او الباس بتاعه جوه الداشبورد بتاعتي او جوه الويب سايت بتاعي. وبالتالي هو مش موجود جوه المارك اب، هو موجود في فايل اكسترنال. الفايل ده لما احتاج اجيب السبرايت احتاج اعمل لودنج للفايل ده في الاول. تعالوا نشوف مقارنه سريعه لكل نقطه ونشوف الانترنال ريفرنس بتتعامل معاها ازاي او ايه مميزاته هنا، والاكسترنال ريفرنس بتتعامل معاها ازاي وايه مميزاته او عيوبه هنا. اول حاجه موضوع الاستخدام. لاحظ ان اول حاجه في الاستخدام هنا في اليوز انت بتقول له هاش وتدي له الاي دي بتاع السيمبل على طول. انت هنا محتاجش تقول فايل عشان في الاخر هو معتبر ان بما ان مفيش فايل ريفرنس ليه، وبالتالي ده معناه ان انا هلاقي الكونتنت بتاع السيمبل اللي ليه الاي دي ده موجود جوه الدوكيمنت عندي، فانا هدور بيه وهعرف اجيبه. اكسترنال ريفرنس لا، اكسترنال ريفرنس هنا بتدي له الباس بتاع الايمج. فسبرايت دوت اس في جي ده اكسترنال ايمج عندك، وبالتالي لما انت بترندر انت تقول له روح الايمج اللي اسمها سبرايت دوت اس في جي ومن الكونتنت بتاعها هات لي السيمبل الاي دي بتاعه ايكون هيرد. بالتالي خلاص انت بتريفرنس الاكسترنال فايل الاول وبعد كده تديله الاي دي بتاع السامبل. فده بالنسبه للاستخدام.
الجزء التاني وهي فكره الريكوستات. الانترنال ريفرنس ميزته الاساسيه ان انت ما بتحتاجش تعمل ريكوست تاني، هو بيجي عاده مع الانيشال مارك اب الHTML بتاعك الاساسي او اول مثلا index.js، ففي الاخر هو بيجي كجزء من المارك اب وبالتالي ما محتاجش تعمل له ريكوست. الاكسترنال ريفرنس لا، الاكسترنال ريفرنس بما انه احنا قلنا ان هو فايل منفصل، فالفايل المنفصل ده انا محتاج اعمل له لود، وبالتالي كل الايكونز بتبقى موجوده جوه الفايل اللي اسمه مثلا سبرايد والاس في جيز. وفي ناس بتعمل عامه بندل سبليتنج للسبرايد والاس في جيز ده مثلا على حسب احتياجه او على حسب مثلا الراوت بتاعه او على حسب حاجات كتيره، ولكن في الاخر انت بتبعت ريكوست او اكتر زياده علشان تجيب الاس في جيز. الحاجه التانيه اللي الاثنين مشتركين فيها ان هو في الاخر سواء جبت الفايل ده من بره سواء الفايل ده عندك جوه الدوكيمنت، في الحالتين انت عندك اكسس على الانترنالز، وبالتالي انت ستيل عندك اكسس على الستايلز بتاعت كل اس في جي من الاس في جيز دي. تعرف تغير الكالر، تغير الفيل، تغير كل حاجه من الديتيلز بتاعت الانترنالز اللي اتكلمنا عنها في موضوع اللاين اس في جي. الاختلاف التالت معانا وهو فكره الانترنال ريفرنس. انت مش محتاج تبعت ريكوست، وبما انك مش محتاج تبعت ريكوست فانت ما عندكش كاشنج، لان هو في الاخر الكاشنج هو كاشنج جزء من الدوكيمنت الاساسيه او البوند الاساسيه اللي جابت الكونتنت بتاع الاس في جي سبرايت. الناحيه التانيه في الاكسترنال ريفرنس ده فايل لوحده، وبالتالي ميزته في الاخر برضه ان هو كاشت، وبالتالي تعرف لما تغير جزء من الايكونز دي تعرف بس تجيب الفايل ده، مش محتاج تانفاليديت الكاش بتاع البندل او الدوكيمنت الاولاني اللي انت جبتها، وبالتالي بيتعامل معامله ان هو اكسترنال فايل عادي جدا بعمل فيه الكاشنج تكنيكس بتاعتي اللي انا بتكلم عليها، واللي هي كل البنفيتس اللي انا باخدها من الكاشنج بتاع الاكسترنال فايل. طيب نيجي نتكلم على مميزات الاس في جي سبرايت بشكل عام، وهنتكلم واحنا ماشيين دلوقتي على جزء له علاقه بالانترنال والجزء اللي له علاقه بالاكسترنال. اول ميزه معانا وهو ان هو خلاص بقى 1 ريكوست او 0 ريكوست. 1 ريكوست لو انت او اكتر لو انت هتتعامل مع اكسترنال ريفرنس، 0 ريكوست لو هو انترنال جوه الدوكيمنت بتاعتك، وبالتالي انت ما بتحتاجش تدفع كوست كتيره او ما بتحتاجش ان انت يبقى عندك يعني راوند تريبس كتيره تبعت ريكوست وتستنى ريكوست ترجع وهكذا. فدي الميزه الاساسيه في فكره الاس في جي سبرايت. الميزه الثانيه ان هي برضو خدتها بما انك بتتعامل مع فيكتور ايمجز او بتتعامل مع اس في جيز، ان هي شارب ات اني تايم، وبالتالي انت بغض النظر عن السايز لسه الصوره فيكتور، لسه الصوره شارب، لسه الصوره ما فيهاش اي يعني لوس في الكواليتي بتاعتها. الحاجه الثالثه وهي السي سي كنترول، ودي برضو قلنا عليها بما اني بستخدم الانترنال او بستخدم الكونتنت الاساسي بتاع الاس في جي زيها زي زي الانلاين ستايل. انا في الاخر او الانلاين اس في جي انا في الاخر بلود الكونتنت بتاعها، بس هنا بلود الكونتنت من صوره كبيره او اس في جي كبيره عملت لها لودنج، او من اكسترنال فايل، ولكن في الاخر الاكسترنال فايل ده لما جه انا حصل له لودنج بالكونتنت بتاعه كله، فبالتالي لسه عندي اكسس على الانترنالز ولسه عندي الاستفادات الاساسيه والاستفادات كلها من فكره ان انا بتحكم في الانترنالز بتاعت الاس في جي. طيب ايه الحاجات اللي احنا خسرناها لما رحنا لموضوع الاس في جي سبرايت؟ اول حاجه موضوع البير ايكون كاش، ودي يمكن مشكله برضو على حسب قد ايه انت بتغير الايكونز بشكل كبير، وبالتالي لما كنا بنتكلم ان انا بتعامل مع كل ايكون ك سيبريت ريكوست او اكسترنال فايل، وبالتالي كل صوره هي ملهاش علاقه بالصور التانية او كل ايكون ملهاش علاقه بالايكونز التانية. فانت لو في اي وقت غيرت الكونتنت او غيرت ايكون منهم في الاخر الكاشنج بتاع الباقيين زي ما هو. المشكله هنا ان انت اول حاجه انت ما عندكش كاشنج اللي هو internal reference، بس لو external reference انت تغيير اي حاجه من الحاجات دي في الاخر هيجيب لك الايمج بشكل كبير كلها تاني، وبالتالي انت ما عندكش لكل ايكون كاشنج، وبالتالي تغيير اي ايكون من الايكونز دي هيلود السبرايت من الاول تاني. الحاجه الثالثه وهو موضوع احتياجك لموضوع الاس جي سبرايت. زي ما كنا بنتكلم موضوع الايمج سبرايت انت كنت في التول دي في الاخر بتعدي على كل الصور بكريت صوره كبيره، الصوره الكبيره دي هتبقى بتكفي او بتقضي كل الصور التانية، تحطها جواها بتعمل بليسمنت بشكل معين، بتسيب سبيسنج بينهم، في الاخر في تول بتعمل يعني نوعا من البيلد ستيب او نوع من البليسمنت. هنا نفس الكلام انا محتاج تول تعدي على الاس جي دي، تبدا لكل اس جي تكريت ليها سيمبل تديله اي دي، وفي ديتيلز كتيره جوه الانترنالز بتاعت هو الانترنال والاكسترنال ريفرنس شغالين ازاي، طب ايه الفروقات بينهم، طب الكاش باستنج عامل ازاي، طب ازاي احافظ على اي ديز، طب في لينير جريدينتس، في تفاصيل كتيره. هسيب لكم برضو لينك ارتكل او يعني لينك توك كنا عاملينها في ايجيبت جي اس، كنا اتكلمنا فيها بشكل بالتفصيل خالص على كل التفاصيل بتاعت ازاي اصلا تبيلد انترنال واكسترنال لايبرري. ولكن في الاخر انت عندك بيلد ستيب، في الاخر بيلد ستيب دي محتاجه ان هي تعمل شويه خطوات، ولكن ستيل الكونفيجريشن بتاع الحاجات دي دلوقتي بقى سهل جدا، في تولز كتيره وفي بلجنز كتيره بتعمل الخطوه دي بغض النظر عن الفريم ورك او البندل تول اللي انت بتستخدمها. المشكله الثالثه وهي لها علاقه اكتر بالانترنال ريفرنس وهي الدوم بلوتنج. ستيل الانترنال ريفرنس شغال زي الانلاين ستايل
كل الكونتنت بتاع كل اس جيز موجود جوه الدوم. فمن المشاكل اللي انا قابلتها قبل كده في بروجكتس كبيره هو ان احنا كان عندنا اكتر من 500 600 الف ايكون. الايكونز دي كلها كانت بتتحط في الدوم اول ما تفتح. فلما بتعمل performance audit بتلاقي في مشكله كبيره، الكونتنت بتاع الدوم كبير، تلاقي اي تشينج بيمانيبيليت او ريندرنج بتاعه البيجز كان في الاخر بيترافيرس كل الكونتنت على الدوم ده، وبالتالي هو فيه كل الصور اللي عندي، وبالتالي فيه كل الانترنالز بتاعته، وبالتالي حجم الدوم كبير جدا. فمشكله الدوم بلوتنج من المشاكل الكبيره جدا لو انت عندك عدد ايكونز كبير، وبالتالي حلها انك تموف من الانترنال ريفرنس للاكسترنال. طيب الاس في جي سبرايت عامه مناسبه لايه اكتر؟ مناسبه لكذا حاجه. مناسبه لو انت في الاخر عايز يبقى عندك اس في جي واحده، او عايز تستفيد بكل مقومات الاس في جيز وتدفع كوست قليله. كوست قليله دي ممكن تبقى صفر لو انت عندك عدد اس في جيز قليل، بالتالي خلاص ممكن تستخدم الانترنال ريفرنس، او شويه كوست بتاعتها صغيره ريليتيفلي برضه، ريكوست واحد، وبتعمل ده عن طريق انك بتبعت ريكوست تجيب بيه كل الايكونز شبه بالظبط الايمج سبرايت، ولكن هنا هو اس في جي سبرايت، ولسه ستيل عندك كل الاوبشنز او كل الكابابيلتيز اللي بتستفيد بيها من فكره التعامل مع الاس في جي. حاجه تانية انك برضو لازم تبقى متقبل فكره ان انت عندك هنا سواء في الانترنال ريفرنس او اكسترنال ريفرنس. الانترنال ريفرنس هي جزء من البندل، وبالتالي لو غيرت ايكون هتجيب الفايل كله على بعضه، والاكسترنال ريفرنس برضو هي صوره منفصله او ريسورس منفصل، وبالتالي لو غيرت حاجه جواه انت هتحتاج لسه تبعت ريكوست عشان تجيب الديتيلز بتاعته. فلازم تبقى برضو وانت بتستعمل الاس جي سبرايت متقبل الجزء ده، او الجزء ده مش هيعمل لك مشكله عندك في السيستم. طيب عايز اتكلم على كذا اكزامبل من الاكزامبلز بتاعت هو الداشبوردز المختلفه او الويب سايتس المختلفه بتستعمل ايه كتكنيكس في الريندرنج بتاعت الايكونز. على سبيل المثال لما كنا بنتكلم على وندر كرافت، دي الشركه اللي انا شغال فيها، احنا عندنا هنا بنستعمل انلاين اس في جيز. فانلاين اس في جيز مش هتلاقي ان انت عندك ريكوست منفصل لكل اس في جي، مع ان الداشبورد مليانه ايكونز، فتلاقي ايكون هنا ايكون هنا ايكون هنا، سايد بار كله ايكونز، لما تنزل تحت هتلاقي ايكونز كتيره. ولكن الفكره الاساسيه ان احنا بنستعمل الايكونز او الاس في جيز كجزء من البندل نفسها. فلو عملنا بصينا عملنا ريفرش وبصينا على الكونتنت تلاقي ان انت ما عندكش اس في جي لكل واحده من الايكونز دي. في الاخر كل الحاجات دي بتيجي كجزء من البندلز او جافا سكريبت بتاعتها. فلو عملت انسبكت تلاقي ان انت الاس في جي في الاخر بترندر ككونتنت بتاعها جوه الماركب عادي جدا، فهي الاين اس جي. وفي نفس الوقت انت ما احتاجتش او ما كنتش عندك يعني ريكوست لكل ايكون منها. الاستفاده الاساسيه لما كنا بنتكلم على كل التفاصيل بتاعت مميزات اللاين اس جيز، ان انت البيج مجرد ما لودد انت مش لسه مستني الايكونز تلود. في الاخر الكونتنت كله جه بتاع الايكونز كجزء من البندل او جزء من البندل بتاعت البيج على طول، وبالتالي لما البيج لودد كل الكونتنت والايكونز اللي جواها عملها لود. طيب لو خدنا اكزامبل لداشبورد تانية بتستخدم تكنيك مختلف من التكنيكس بتاعت الايكون ريندرنج، هنلاحظ ان دي الداشبورد بتاعت انستا باج، دي الديمو داشبورد، دي الشركه اللي انا كنت شغال فيها. في الاخر لو رحنا للداشبورد هنا عملنا ريفرش هنلاحظ حاجه انترستنج جدا. لاحظ ان انت تقريبا مش بتلود اي اس في جيز عندك، والاس في جيز كلها جت من فايل اسمه sprite map دوت اس في جي. sprite map ده في الاخر هو ده الفايل بتاع الاس في جي sprite. في الاخر الفايل ده لو فتحنا الكونتنت بتاعه هنا كريسبونس وفتحناه في اي حاجه او دورنا في الاخر هنا على السيمبل، هنلاحظ ان احنا عندنا 1068 سيمبل، وبالتالي 1068 ايكون من الايكونز الموجوده. دي الايكونز كلها اللي موجوده جوه الداشبورد، وبالتالي الداشبورد بشكل عنيف بتستخدم الايكونز. ولكن في الاخر هو محتاجش يبعت ريكوست لكل ايكون من الايكونز دي، هو جاب كل الايكونز دي في 1 اس في جي سبرايت ماب. والاس في جي سبرايت ماب ده بيستخدم بعد كده اكسترنال ريفرنس علشان يبقى بيستعمل بعد كده اي ايكون من الايكونز. فلو احنا مثلا عملنا انسبكت هنا ورحنا ل مثلا الايكون دي، هنلاحظ ان هنا عنده اس في جي تاج. الاس في جي تاج ده جوه بيستخدم يوز، والحته الانترستنج ان هو هنا بيستخدم على طول الباس بتاع الاس في جي ماب او السبرايت ماب اللي عنده، وبعد كده بيرفرنس السيمبل اللي موجود ده. فاحنا لو خدنا نفس الاي دي دوت ورحنا دورنا بيه تاني هنا جوه الحاجات، هتلاحظ ان ده الكونتنت بتاع الايمج اللي احنا كنا لسه بندور عليه او الايكون اللي لسه بندور عليه. فالمحتوى بتاع الايكون اللي موجود جوه هنا كل الديتيلز بتاعته، الفيو بوكس بالباسز بتاعته بالفيل بالدرو، بكل الديتيلز بتاعته موجوده جوه، وبالتالي هو بس بيعمل له ريفرنس عشان يجيب الكونتنت بتاعه. طيب لو جينا خدنا مثال مختلف تماما، حاجه زي فيسبوك، وشفنا الديتيلز بتاعته اللي جواه، هنلاحظ ان فيسبوك عنده يعني بيستخدم ميكس من التكنيكس على حسب احتياج كل حاجه. وبالتالي لو جينا بصينا مثلا عملنا انسبكت على حاجه مثلا زي الايكون دي، فلو وقفنا على الايكون بتاعت البيجز هنا هنلاحظ ان هو هنا عنده بيستخدم الباك جراوند ايمج، وبيستخدم بعد كده الباك جراوند بوزيشن وويدث وهايت. ده يفكرنا على طول بالايمج سبرايت. فلو جينا فتحنا الصوره دي هنلاحظ فعلا ان هي صوره كبيره فيها تقريبا كل الايكونز اللي عايزها،
وبالتالي علشان يستخدم ايكون من الايكونز دي، اللي هو بيعمله ببساطه ان هو بيروح يستخدم الباك جراوند بوزيشن ويروح لنقطه معينه، وبعد كده ياخد واتس هايت كانه عمل كروبنج بالظبط للصوره الكبيره. لو رجعنا تاني نلاحظ ان احنا حاجه مثلا زي البلين ايكونز اللي كنا بنتكلم عليها من فوق، لو وقفت على ايكون من الايكونز دول لاحظ ان هي اس في جي، وبالتالي هي اس في جي حتى مش معمول يوز، وبالتالي هو مش عامل اي انترنال او اكسترنال ريفرنس، فده انلاين اس في جي. وبالتالي ده يقول لنا بس الفكره بتاعت ان هو ده مش ستاندرد برضه، ولكن في الاخر على حسب احتياجك وعلى حسب انت محتاج كل حاجه من الحاجات دي عامله ازاي. حاجه زي الايكونز اللي على الشمال دي هتبقى صعبه قوي ان انت تبقى بتحاول تعملها باس في جي، ممكنه، ولكن في الاخر هتلاقي ان الاس في جي كونتنت بتاعك بقى كبير قوي، وبالتالي انا ليه اعمل في نفسي ان انا اجيب اس في جي لكل واحده من الحاجات دي؟ طب ما في الاخر دول لو كانوا بي ان جي ايمجز وكلهم اتحطوا مع بعض في 1 ايمج سبرايت وجبت الحاجات دي مع بعض، خلاص انا استفدت من ده. اوقات تانية خلاص انا هعمل هنا انلاين اس جي، وبالتالي الكونتنت بتاع البندل بتاعت البيج لما يجي هيجيب مع الايكونز دي. ده بس الهدف من الفكره، ان احنا مش شرط نلتزم بحاجه معينه او شرط نلتزم بتكنيك معين. في الاخر الهدف الاساسي من الموضوع ان احنا نبقى يعني عارفين كل مميزات وعيوب كل واحد من الحاجات دي، وبناء على احتياجنا وبناء على اليوز كيس بتاعه الاب بتاعنا نبدا نستخدم التكنيك المناسب لليوز كيس بتاعتنا. بس كده، ده كان كل حاجه النهارده. حاولنا نتكلم على باقي التكنيكس الموجوده معانا في الايكو ريندرنج، وبالتالي نبقى اتكلمنا على الموضوع بتاع الايكو ريندرنج بشيء من التفصيل، بدايه من هو ايه استفاده اصلا من الايكونز، انواع الايكونز او انواع الايمجز ايه، الفروقات بينهم، وخدنا امثله على كل واحد فيهم، واتكلمنا بشيء من التفاصيل على الفيكتور ايمجز والاس في جي ايمجز. وبعد كده بدأنا نتكلم على الريندر تكنيكس كل واحد فيهم ومميزاته وعيوبه، وامتى تستخدم كل واحد فيهم، وشفنا ان الموضوع معتمد بشكل اساسي على احتياجك وعلى حسب الاب بتاعك. فشفنا امثله مختلفه لابس مختلفه، كل واحد فيهم بيستخدم تكنيك مختلف على حسب احتياجه، كل واحد فيهم بيلود ببرفورمانس كويس جدا، وبيلود على حسب احتياجه او على حسب انت في الاخر محتاج ايه من الايكونز هنا، او ايه الريندر تكنيك المناسب ليك لكل جزء. وان عادي جدا يبقى عندك بيج واحده تستخدم فيها تكنيكس مختلفة على حسب برضه احتياجك. بس كده، ده كان كل حاجة النهاردة. اشوفك على خير المرة الجاية. سلام عليكم.